لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 37 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة للركاب بإقليم تازا. وقالت المصادر إن حافلة لنقل الركاب انقلبت صباح اليوم الثلاثاء في الطريق الوطني رقم 6، وبالضبط على مستوى الجماعة الترابية باب مرزوقة على بعد أمتار قليلة من مدينة تازا. وحسب ذات المصادر فإن هذا الحادث الأليم أسفر عن مصرع 13 راكبا وإصابة 37 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حصيلة أولية، مشيرة إلى أن القتلى والجرحى تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازا. ورجحت ذات المصادر إلى أن تكون الزخات المطرية التي تشهدها المنطقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم سببا في انزلاق الحافلة التي كانت متجهة إلى مدينة بركان قادمة من مدينة صفرو. هذا وفور علمها بالأمر انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي للوقوف على ملابسات الحادث وفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.